مفيش لبن الا لما يكون فيه ولادة، ومفيش ولادة الا لما يكون فيه حمل. وطالما الحيوانات عندك اتأخرت في حدوث الحمل يبقى في عندك تفويت او تكرار للشياع او شياع صامت. الحيوانات بتدخل في شياع صامت او بيبقى عندك تكرار للشياع، رغم ان بعض المربين بيجيلنا منهم تساؤلات كتير، يقول انا باكل كويس وبرضو الحيوانات عندي التناسليات مش احسن حاجة. انا عندي الحيوانات صحتها كويسة بس ما بتمسكش عشر، عندي الحيوانات في تكرار للشياع، في شياع واضح ولكن مفيش حدوث للحمل، نسبة الاخصاب عندي منخفضة. كل ديتي حاجات او اسئلة موجودة في المجال. ناس كتير بتسأل هي ايه اسباب الشياع الصامت او تكرار الشياع الظاهري او حدوث التفويت في الابقار والجاموس. لو عايز تعرف اسباب المشكلة والحل تابعنا لنهاية الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الدكتور حمادة عريضة، استشاري تغذية الحيوان، وده فيديو جديد من سلسلة ما تربيش وخلاص. هنتكلم النهاردة عن ظاهرة موجودة عند المربيين، سواء المربي الصغير أو المزارع الكبيرة. كل شغال في مجال إنتاج الألبان بيعاني من مشكلة تكرار الشياع أو الشياع الصامت أو ظاهرة التفويت، وخاصة في الحيوانات عالية الإضرار وفي الجاموس. الظاهرة دي أسبابها إيه؟ وإيه المشاكل اللي بتنجم عنها؟ وإيه الحل بتاع المشاكل دي؟ لما نيجي نتكلم عن ظاهرة التفويت هنلاقي إن دي ظاهرة منتشرة في حيوانات اللبن عامة، وبيكون ليها نوعين من الأسباب، أسباب تناسلية وأسباب غذائية، وهنشرح إن شاء الله بالتفصيل الاتنين. طيب في ناس بتقول إحنا بنستخدم بروتوكولات هرمونية، والبروتوكولات الهرمونية مش أحسن حاجة، ما بتجيبش نسبة نجاح بنسبة 100%، بتنجح مع بعض الحيوانات وما بتنجحش مع حيوانات أخرى. ايه المشكلة وليه بتنجح مع حيوانات وما بتنجحش مع حيوانات اخرى؟ برضه هنتكلم عن تفاصيل الموضوع ده في الفيديو بتاعنا. بداية، ايه هي اسباب حدوث التأخر في الحمل او الشياع الصامت او تكرار الشياع او ظاهرة التفويت؟ السبب الاول اللي هو الاسباب التناسليه. الاسباب التناسليه ديت بتبقى راجعه لان الحيوانات ممكن يكون عندها التهابات في الرحم، الحيوانات ممكن يكون عندها صديد، الحيوانات ممكن يكون عندها عدم انتظام للهرمونات. المشكلة ممكن تكون في الوقت المناسب للتلقيح، ان انت بتختارش الوقت المناسب للتلقيح. المشكلة ممكن تكون ان الحيوانات نفسها اصلا ضعيفة او مفيش عندها دورة منتظمة. طيب المشكلة بقى في الجزء التناسلي دي بتحتاج ان انت لازم يكون عندك دراية بالعمليات التناسلية اللازمة بعد الولادة. بعد الولادة ب 45 يوم تبدأ تستدعي طبيب بيطري او الطبيب المباشر عندك، يبدأ ان هو يفحص الحيوانات تناسليا عشان يشوف حالة الرحم، هل الرحم رجع للوضع الطبيعي بتاعه بعد الولادة ولا لا. طيب هل حالة الرحم نظيف، في سوائل او الافرازات بتاعته نظيفه، ما فيش عندي صديد، ما فيش عندي التهابات؟ لو في التهابات او في صديد بيبدا التدخل البيطري ويبدا يدي علاجات عشان ينظف او يبدا ان هو يرجع الرحم للوضع الطبيعي. لان لو حتى حصل شياع في الوقت ده او حمل في الوقت ده والرحم مش نظيف او في التهابات، هنا ما بيبقاش فيه استكمال للحمل، يعني بيحصل موت مبكر للجنين او عدم انغراس للاجنه، وبرضه هنا يبقى احنا خسرنا، لان كل يوم بيعدي على الحيوان بعد الولاده او بعد رجوع الرحم لوضعه الطبيعي بيبقى اليوم ده لو هو ما دخلش في دوره تناسليه او ما كانش منتظم ده بيتخصم من عمر الحيوان الانتاجي عندك، لان كل ما الفتره من الولاده لغايه التلقيح المخصب ما تزيد ده بيسبب لك خساره. هتقول لي طب ما الحيوان بينتج لبن، ماشي، ما هو بينتج لبن، ولكن هنا الفتره ما بين الولادتين هتبقى اكتر من سنه، فهنا عدد المواسم اللي هيديها الحيوان او عدد الولادات اللي الحيوان هيديها لك هتكون اقل، وهنا انت بتخسر الحيوان، يعني انت بتاكل الحيوان والحيوان هيديك عدد من الولادات اقل. ده بالنسبه للجانب التناسلي. اما بقى الجانب الاكبر اللي بيغفله ناس كتير جدا وهو الجانب التغذوي اللي هي الاسباب الغذائيه، فده بيبقى راجع لان انت اول حاجه العليقه عندك بتبقى غير متزنه. يعني ايه؟ المربيين بيجي ان هو يهتم بنسبة البروتين وما يهتمش بنسبة الطاقة، يبقى اول حاجة نقص الطاقة في العليقة هيأثر لي على الكفاءة التناسلية. ازاي يا دكتور؟ نقص الطاقة ده هيعمل لي ايه؟ نقص الطاقة ده احنا عارفين ان الحيوانات كلها بعد الولادة بتعاني من نقص الطاقة او بيبقى فيه ميزان الطاقة سلبي، وبنلاقي الحيوان بيبدأ ان هو وزنه ينزل بعد الولادة، خاصة في اول 60 ل 90 يوم بعد الولادة.
طيب هنعمل ايه؟ هنبدا نعوض النقص ده بان احنا ندي الحيوانات تجريع بالبروبلين جلايكول، نرفع الطاقه، ندي دهون محميه في الحيوانات عاليه الاضرار، نهتم بتغذيه الحيوان عاليه في الطاقه في الفتره ديتي. طيب المربيين بنلاقيهم ان هم بيهتموا بنسبه البروتين، والبعض بيدي نسبه مواد علف خضراء عاليه زي البرسيم اللي هو محتواه من البروتين عالي، فهنا ده بيبقى جانب من المشكله. يبقى رقم واحد ان الطاقه ايه؟ ان الطاقه تكون منخفضه في العليقه، يعني البادي سكور بتاع الحيوان يبقى اقل من 2.5 او 2.5. المفروض عشان الحيوان يبقى منتظم في الدوره التناسليه بتاعته ان البادي سكور بتاعه ما يقلش عن 2.75 ل 3 او 3 وربع. تمام. طيب نيجي للنقطه الثانيه وهي ارتفاع نسبه البروتين في العليقه. ارتفاع نسبه البروتين يعني يوريا اعلى، واليوريا الاعلى ديت هتعمل اجهاد للكبد، وهتعمل كمان تراكم ليوريا، او ان اليوريا هتزيد في الدم وهتزيد في الرحم، وهنا يبقى جسم الرحم او جدار الرحم يبقى بيئه سامه للجنين، فبالتالي ما يحصلش انغراس. يبقى حتى لو حصل عندك شياع وحمل مش هيحصل انغراس، وهنا برضو ما عملش حاجه، احنا كده ايه؟ الحيوان عندي ما مسكش عشر. طب نيجي كمان لنقص الالياف. الالياف مالها الالياف ومال ومال التناسل؟ لا ده مهمه جدا. ليه؟ لان الالياف هي اللي بتنظم لي عمليه الهضم وعمليه الاجترار، فبالتالي بتحافظ لي على الحموضه بتاعه الكيتش، فهنا ما يظهرش عندي الاعراض بتاعه حموضه الكرش تحت السريريه اللي هي ساره اللي اتكلمنا عنها في الفيديوهات اللي قبل كده، اللي من اسباب او من المشاكل اللي بتنجم عن حدوث حموضه الكرش ان ضعف الكفاءه التناسليه بتاعه الحيوانات. طيب ايه كمان؟ بنلاقي عدم الاتزان المعدني. عدم الاتزان المعدني، البعض بيظن ان هو ما يحط شويه ملح طعام او يجيب املاح مضروبه يحطها في العليقه يبقى هو كده ادى الحيوان كفايته. لا، ده انت لازم تلبي احتياجات الحيوانات من العناصر المعدنيه، خاصه العناصر المعدنيه الكبرى واهمها الكالسيوم والفوسفور والعناصر المعدنيه الصغرى. طيب يعني الكالسيوم للفوسفور لازم النسبه تكون ما بينهم 2:1، يعني 2 كالسيوم لواحد فوسفور، لان الفوسفور هو اللي بيدعم عمليه النشاط التناسلي، وكمان الكالسيوم نقصه بيعمل لك يدخلك في مشاكل لضعف التبويض وضعف الشياع وعدم ظهور الشياع واستمرار الجسم الاصفر او زياده مستوى البروجسترون في الدم، وده بيأخر لك الشياع. دي كلها مشاكل نتيجه لعدم الاتزان المعدني. كمان الزنك ده مهم جدا، والسيلينيوم ده مهم جدا في نشاط المبيض، وكمان الزنك بيبقى عشان تبقى البويضات بتاعتك جودتها عاليه بتاعه الحيوان، وهنا طبعا الزنك مهم عشان البويضات المنتجه من المبيض بتاع الحيوانات تكون بجوده عاليه ويتم اخصاب جيد ويتم حمل ويستمر عندك الحمل. كمان بنلاقي ان الفيتامينات لها دور اساسي في عمليه الكفاءه التناسليه، زي فيتامين اي ده بيعزز نشاط المبيض، كمان فيتامين دي برضو بيعزز لي النشاط المبيضي والكفاءه التناسليه. كل دي حاجات او اسباب تغذويه لازم انت تراعيها في العليقه بتاعتك عشان يبقى عندك انتظام للشياع بتاعك. يبقى احنا هنا المشاكل عندنا مشاكل تناسليه ومشاكل تغذويه. طب والحل؟ الحل ان احنا هنفحص الحيوانات ونبدا نشوف التعامل البيطري معاها بالنسبه للتناسل، لو هي محتاجه ان هي عمليه غسيل، محتاجه ان هي في التهابات تتعالج، ده بالنسبه للجزء التناسلي. بالنسبه لجزء التغذيه هنبدا ان احنا نشوف اتزان العليقه عندنا من الطاقه والبروتين والالياف والاتزان المعدني في العليقه. طيب احنا بقى موضوع استخدام البروتوكولات الهرمونيه، موضوع استخدام البروتوكولات الهرمونيه ده بقى شائع وبقى ثقافه منتشره ما بين المربين، حتى المربين الصغيرين والمزارع الكبيره. طيب احنا بنعمله ليه؟ احنا بنعمله عشان احنا ننظم التبويض، ما نستناش التبويض، فبالتالي احنا بنستخدم او بنعتمد في البروتوكولات الهرمونيه على 3 هرمونات. هرمون النمو اللي هو GnRH اللي هو انت بتحقن بيه الاول عشان يعمل لك اي بويضه او اي حويصله ناضجه عندك يبدا يحصل تبويض. طب انا مش هستفيد منه ده؟ انا بعمله عشان انظف جدار المبيض بتاعي. بعد كده اعمل ده بالنسبه ليوم 0، واجي بعد 7 ايام ابدا احقن بالبروستاجلاندين عشان اعمل عشان ابدا اكسر الجسم الاصفر اللي موجود على جدار المبيض. بعد كده نعمل نيجي في اليوم التاسع نبدا نحقن بمين؟ نحقن بهرمون النمو تاني. طب هرمون النمو ده فايدته يحفز لي افراز هرمون التبويض اللي هو LH عشان المبيض يطلع بويضه وبويضه ناضجه، ويبدا يحصل عمليه التلقيح في بعد ما نحقن بهرمون النمو في اليوم التاسع.
نحقن بالليل، ونبدا ان احنا بعد 16 ل 20 ساعه نبدا ان احنا نعمل تلقيح اجباري للحيوانات. هتقول لي طيب البروتوكولات ديتي احنا بنعملها، او البروتوكول ده تحديدا بنعمله وما بيبقاش فيه نسبه نجاح بنسبه 100%. ايه المشكله؟ المشكله ان بعض الحيوانات ما بيبقاش عندها انتظام هرموني، فهنا بتحتاج ان انت نعدل في البروتوكول ده شويه. وده راي العلم في الموضوع ده، انه تبدا تحقن بجين ار اتش في اليوم الاول، وبعد كده في اليوم السابع تبدا تحقن بالبروستاجلاندين، وبعد كده في اليوم الثامن تكرر جرعه البروستاجلاندين. ليه بقى؟ هنا مش زياده تكلفه، لا هي مش زياده تكلفه، لا ده احنا هنا بنعمل ايه؟ احنا بنأكد على تكسير الجسم الاصفر. ليه؟ لان ممكن الحقنه الاولانيه اللي بتديها في اليوم السابع ما تقدرش ان هي تكسر لك الجسم الاصفر، نتيجه لان في عندك جسم اصفر اتكون مع بعد الحقن بالجي ان ار اتش وبعد التبويض ده، فما اثرتش الحقنه عليه، فنبدا ندي حقنه ثانيه في اليوم الثامن، وبعدين نبدا في اليوم التاسع ندي جي ان ار اتش، ونبدا ان احنا نلقح بعدها ب 16 ل 20 ساعه. وهنا نكون ضمننا ان شاء الله ان البروتوكول بتاعنا يحقق اعلى نسبه نجاح. طيب يا دكتور، طب ما انت كده بتزود لنا التكلفه بتاعت حقنه البروستاجلاندين هتبقى اكتر من تكلفه تلقيحه كامله او بروتوكول كامل فشل معايا، وان الحيوان يفضل 21 يوم تاني على ما يعمل لي تبويضه جديده او يبدا يدخل في دوره شياع جديده. فهنا لا، التكلفه مش متقارنه بالحقنه ب 21 يوم انتظار وتلقيح تاني وبروتوكول تاني. فلو انت عايز الحيوانات بتاعتك تكون منتظمه هرمونيا، يبقى اول حاجه هتهتم تناسليا، فحص الجهاز التناسلي. تاني حاجه الاهتمام بتغذيه الحيوانات. تالت حاجه لو انت عايز تعمل تزامن شبقي، ان الحيوانات عندك يتم تلقيحها اجباري، يبقى تعمل بروتوكول هرموني اللي هو الجي بي جي. ولو وصلت معانا لنهايه الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وشير واشتراك في القناه عشان نقدر نستمر ونجهز لك محتوى يفيدك. وما تنساش ما تربيش وخلاص.